أهلا أهلا، وصفة جديدة من وصفاتي معكم. سلطة جدا لذيذة وسهلة، مكوناتها متوفرة، الخضار مع الذرة المشوية. يلا مع بعض نبدأ. بالبداية راح نحمص الذرة، راح نحطها بالورق اللي يدخل بالقلاية الهوائية، وراح نضيف لها البابريكا مع زيت الزيتون، ونملحها شيء بسيط، ما راح نكثر ملح، شيء بسيط. وعلى القلاية الهوائية دخلت الذرة للقلاية الهوائية. نجي هنا نصلح الصوص. عندي هنا علبة زبادي، وبالنهاية ترجع لكمية السلطة اللي بتسوون عليها ملح وفلفل أسود، بودرة الثوم، عندي هنا عصير الليمون، زيت الزيتون كمية حلوة، وآخر إضافة بتكون جبنة البرميزان. وبعدها نحرك كل المكونات مع بعض لحد ما تندمج. حركت المكونات كلها لحد ما اندمجت، راح نتركها على جنب. ونفس الشيء جالسين ننتظر الذرة. تعالوا نشوف مكونات السلطة. مكونات السلطة جدا سهلة، وإن شاء الله إنها متوفرة. عندي هنا شرايح خس أمريكي، ما عندكم حطوا عادي، شرايح الطماطم، شرايح البصل الأبيض، وعندي هنا البقدونس المفروم، وآخر مكون يبي يكون شرايح الخيار. طارت السنابة طبعا، هذا القهر كالعادة. المهم إني طلعت الذرة وتركتها تبرد، وهنا الصوص راح أضيفه أو أضفته على السلطة وراح نقلبها. شفتوا السلطات اللي من لذتها وسهولتها تسوينها يمكن كل يوم وترك، تعتمدينها عشاء؟ هذه هي لذيذة لذيذة لذيذة.